مرحبا بكم في قناة عايشة شانيل. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. سورة الفاتحة عين على العالم، بها يفتتح القرآن، ويمكن لها أن تفتح عينيك، تفتح قلبك، تفتح عقلك، تفتحك نحو رؤية مختلفة للعالم. الفاتحة مثل مقدمة أو استهلال للقرآن. كلما تقرأه في القرآن سيمر أولا بهذه المقدمة. كل معنى يأتي في القرآن سيكون محكوما منضبطا بما تقوله المقدمة. ليس هذا فقط، هذه المقدمة ستكون ركنا من أركان صلاتك، لا تصح الصلاة من دونها. وهذا يعني أن كل مسلم ملتزم بفرض الصلاة يقول الفاتحة 17 مرة في اليوم كحد أدنى. ماذا نقول في الفاتحة؟ لقد تعودنا الأمر حتى صرنا نقولها دون تفكير فيما تعنيه، لكن لو فتحنا أعيننا عليها لرأينا الكثير. ثمة إصرار على رؤية الإيجابية. الفاتحة تبدأ بالحمد. الحمد هو فاتحة الفاتحة ومبتدأها، والحمد هو الثناء لله مستحق الحمد. وعندما تقول الثناء والحمد له 17 مرة في اليوم كحد أدنى، فهذا يعني أنك متمسك بالإيجابية، بالأمل، رغم أن كل شيء قد يكون قاتما في منتهى السوء، رغم أنك قد لا ترى أي ضوء في الظلام المحيط بك، رغم أن كل شيء حولك قد لا ينذر إلا بالسوء والمزيد منه، وأنت مدرك لذلك بكامل وعيك دون تخدير أو تزييف، لكنك تقول الحمد لله إيجابية رغم الوعي بالسلبيات. تجد ما تثني عليه، تجد ما يستحق الحمد عند مستحق الحمد، وتؤكد على ذلك 17 مرة في اليوم في عمود دينك، كما لو أن هذا الحمد هو عمودك اليومي الذي يمنحك القوة والدعم في رحلة أهوالك كل يوم مهما كان وضعك صعبا، فإنك تقف لتشهر الحمد بوجه هذا العالم وظروفه وأوضاعه. هذا الحمد مرتبط في الفاتحة ب3 صفات لله عز وجل من بين كل صفاته وقدراته عز وجل. الفاتحة تحدث 3 صفات فقط: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رب العالمين يعني أنه رب الجميع حرفيا، رب الفقراء والأغنياء وأيضا أولئك الذين في الوسط، رب الأصحاء والمرضى، رب المتعلمين والجهلة، رب النساء والرجال والأطفال والشيوخ، رب الناجحين والفاشلين، رب المشهورين والمغمورين، رب البشر من كل الأعراق والألوان، رب المؤمنين به ورب الذين لا يؤمنون به على حد سواء. أحيانا ننحاز إلى الوهم أنه ربنا نحن فقط، لكن الفاتحة تؤكد لنا أنه رب العالمين 17 مرة كل يوم. الرحمن الرحيم صيغتان لوصف رحمته عز وجل. سيكون هنالك الكثير للتفريق بين الكلمتين، لكن هذا الكثير سيقول لنا إن رحمته تتخذ أشكالا متعددة أكثر بكثير من محاولاتنا لحصر رحمته التي كتبها على نفسه. قد تعجز أحيانا عن فهم هذه الرحمة، لكن عليك أن تمنح نفسك وقتا وستفهم ذلك لاحقا. ستفهم أنها كانت رحمة بطريقة ما، رحمة على المدى البعيد وليس من على قصر نظرنا الذي يجعل الرحمة شكلا واحدا. علينا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة أحيانا لنفهم الرحمة. لا يكفي أن نشاهد أجزاء من الصورة لتحكم علينا. علينا أن نحاول قدر الإمكان مشاهدة الجزء الأكبر منها. مالك يوم الدين يعني أن المنتهى له، وهذا المنتهى يعني أن كل شيء له، وهو يعني أيضا أنه ليس رحمانا رحيما فحسب، بل هو عادل أيضا، وعدله يتحقق في يوم الدين. هو إذن رب الجميع، رحمن رحيم وعادل أيضا. إياك نعبد وإياك نستعين. كل ما نفعله في حياتنا يمكن أن يندرج في هذين الأمرين: عبادتنا له واستعانتنا به.
العبادة والاستعانة قطبان كقطبي المغناطيس، وبينهما مجال فاعليتنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة. كل قطب يحتاج الآخر دون الاستعانة، والتي تعني أن لديك ما تفعله أصلا في حياتك وتطلب العون منه فيه. دون وجود هذه الاستعانة ستكون عبادتك منزوعة الهدف والفاعلية، ودون وجود العبادة لن تكون استعانتك حقيقية. الاثنان معا قطبان يتحدان فيولدان الحركة. أول استعانة نطلبها منه تأتي سريعا في الفاتحة، هي الطلب منه أن يهدينا الصراط المستقيم، وهذا الطلب يعني ضمنا أنك ترغب في معرفة هذا الصراط في كل خطوة في حياتك. في كل مفترق طرق هناك خيار، وأنت تطلب منه عز وجل أن يرشدك للطريق الصواب، وهذا يعني أيضا أن الطريق الصواب الصراط المستقيم ليس محتكرا عندك كما يتوهم البعض، بل أنت تطلبه 17 مرة في اليوم كحد أدنى. وأنت أيضا تعرف أن هنالك من أخطأ الطريق قبلك، لكن الخطأ دوما يكون من طريقين: الأول، هناك من أخطأ عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد المغضوب عليهم، وهناك طريق آخر للخطأ الغير العامد حصل ولكن لم يحدث بنية مسبقة الضالين. وأنت تؤمن بإمكانية وجود طريق ثالث غير هذه الطريقين، طريق الذي أنعمت عليهم بنعمة المراجعة والتقييم في كل خطوة على الطريق 17 مرة في اليوم. الفاتحة فتح كل يوم تساعدك في تحقيق فتحك الأكبر، تفتح قلبك وعقلك وذاتك وعينك لتساهم في عالم أفضل، ولو كان هذا العالم هو عالمك المحيط بك فقط أو على الأقل لتكون أكثر وعيا به. الفاتحة فتحك اليومي 17 مرة كحد أدنى. وإلى فيديو قادم إن شاء الله. ما تنسوش دعموني باللايك والاشتراك والتعليقات.